ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفه اني بقالي فتره مش قليله ما صورتش. كان دايما في مشاكل في الاضاءه. لما حليت مشاكل الاضاءه الصوت كان وحش جدا. المايك اللي معايا كان صوت الدوشه فيه مش طبيعي. كمان كاميرا الموبايل اللي كنت بصور بيه كانت بشعه. عارفه ان احنا مش لازم ننزل الحاجه بافضل جوده ممكنه، لكن في ليميت او في يعني درجه من السوء بيبقى صعب اني انزل الفيديو بيها. اتمنى اكون حليت معظم الحاجات دي. كان كذا مره اصور واجي اعمل ايديت الاقي الموضوع صعب جدا بجد. الصوت وحش، يعني حتى لو تعاملنا مع الاضاءه موضوع ان الصوت يبقى صعب دي وحش قوي. اتمنى معظم المشاكل دي تكون اتحلت. مش عارفه، اللي قلقانه منه فكره ان الصوت والصوره ما يكونوش ماشيين مع بعض، فمش عارفه لسه. جهزوا حاجه يشربوها بما اننا بقينا في الشتاء خلاص. عندنا حاجات كتير هنتكلم عنها. مش فاكرة امتى اخر مرة صورت، بس اعتقد في شوية حاجات هنتكلم عنها، فيلا بينا. اول حاجة هنتكلم عنها هي القطعة اللي انا خلصتها. الاول انا لابسة انجرت سويتر من بتيت نت، وده من اكتر القطع اللي انا كان نفسي اعملها قوي. هو من القطع الايكونيك قوي عند بتيت نت، او مشهورة جدا ومعظم الناس اللي بتحب شغل بتيت نت عملتها. البلوفر ده من البلوفرات لايقة قوي على الوان معينة. انا كان نفسي اعمله جري فاتح، كان حلو قوي فيه، والاوف وايت كان حلو فيه، واللون ده. في الاول كنت عايزه اعمله جراي، بس جبت الخيط ده وما كانش في حاجه اعمله بيها، فقلت ان انا خلاص هعمله انجلت سويتر. انا كلمتكم عنه الفيديو اللي فات. هو من اسهل البلوفرات اللي ممكن تعملوها، مفيهوش اي حاجه صعبه، مش بياخد كميه خيط كتير خالص. تقريبا اخد 4 بكرات وجزء من 5، فما استهلكش خيط كتير. مش بياخد وقت كمان، وبيدفي جدا. انا عاملاه بفتلتين انجوره جولد، لان كمان انجوره متاحه عندنا بوفره شويه الالوان اللي فيه، فيبقى فيه فرايتي اكتر ان انتي تختاري لون تحس ان هو مناسب او عاجبك. وبيدفي جدا، يعني انا مش من النوع اللي ممكن حاجه تدفيني بسهوله، فلا يعني انا اول مره البسه اني اكون قاعده بيه او كده. انا عملته في الصيف فما لبستوش يعني. اول مره البسه حاسه انه لا، هو بجد بيدفي قوي. دي حاجه كويسه، لان في العادي انجوره جولد يعني لو على فتله واحده او على فتلتين بس بشكل واسع ممكن الفتله بتاعته نفسها بتدفي بس رفيعه، فبكون خايفه ما تدفيش كفايه. لكن لا، هو ده مدفيني جدا، دي حاجه حلوه. فده بالنسبه لإنجرت سوتر. لو حد عايز تفاصيل اكتر او كده اتكلمت عنه المره اللي فاتت. فبس ده بالنسبه للبلوفر ده. اول بلوفر هنتكلم عنه هو ستورم سوتر. ده برضو كنت مخلصاه المره اللي فاتت، بس على ما اتذكر انا ما كنتش عملت له بلوكينج ولا كنت وريتكم شكله وانا لابساه. ستورم سوتر هو كمان من القطع الايكونيك جدا عند بتيت نت، يعني هي عندها كذا قطعه، دول منهم اللي اي حد بيحبها او بيحب التركو عموما هيكون عايز يكون عنده قطع من البلوفرات دي. انا عملته في وقت واحد. انا كان نفسي اعمل 2 طول الوقت، بس الشتاء اللي فات ما جاتش فرصه. ف بالصدفه جدا الوقت اللي بدات فيه ده هو الوقت اللي بدات فيه ده. انا كنت مخططه اعمل ستورم سويتر اوف وايت، ولكن كان عندي الخيط ده وما كنتش عارفه اعمل بيه ايه، فقلت هعمل بيه ستورم سويتر. كنت شفته على بنوته عاملاه باللون ده وكان عاجبني جدا، فقلت لو ما عملتوش اوف وايت انا هعمل اللون ده. وكان حلو قوي في الدرجه دي، وكان في درجه ازرق كانت حلوه قوي فيه. فلما لقيت الخيط نفس الدرجه وكده قلت انا هعمل ستورم سويتر. كان نفسي اعمله اوف وايت لاني انا ما كانش عندي وقتها حاجه اوف وايت، وكان نفسي اعمل قطع يعني. فقلت خلاص يعني مش مهم المره دي، بس فعملت باللون ده. انا قلت لكم المره اللي فاتت ان انا الخيط خلص مني وما كانش عندي نفس النوع، فعملت الكم بفتله مختلفه، لكن طلع الموضوع مش واضح خالص. مفيش اي مشكله، مش باين حاجه، مش باين اختلاف اللون، والملمس مختلف شويه بس محدش هيقرب يمسكه يعني. هو سهل جدا،
معظم الباترن اللي فيه أو كلها هي عبارة عن غرز أمامية وخلفية بنرسمها بالباترن فبتدينا الشكل ده. يعني مفيش ترن كيبل، مفيش أي، يعني هنا مثلا في جزء دايموند، لا ده هنا كله غرز أمامية وخلفية. مش بنغير حاجة، مش ما بيبقاش فيه غرزة قبل التانية خالص، هو كله غرز أمامية وخلفية عادية. التكستشر بتاعه تحس إن هي قماشة، وده ملمس في القماشة نفسه. يعني حتى الجزء ده اللي هو قريب من ده، هنا تحس إنه بارز جزء عن التاني، لا هنا تحس إن إن كأن القماشة نفسها كده. ده ممكن بسبب الخيط، وبسبب ان البلوفر كله زي ما قلت لكم هو غرز اماميه وخلفيه، مفيش سمك بنعمله لما بنغير مكان ابره، مكان غرزه او كده. يعني احيانا لما بنعمل دايموند مثلا، فانا بطلع غرزه قبل التانية، ده بيخلي فيه سمك اضافي. لكن هنا لا، هنا كله متساوي، فهو مناسب جدا للمبتدئين. مجرد ان انت بتعرفي تعملي غرزه اماميه وخلفيه وتناقص وتزايد مش اكتر. ده دروب شولدر، بنبدأ من الخلف نعمل الجزء بتاع الظهر، نلقط غرز من هنا للكتف الأمامي والكتف الخلفي، ونشتغل الجزء بتاع الأمام، وبعد كده نوصل ونشتغل دائري ونعمل الكم بالتناقص. فهو سهل مفيهوش حاجة، من القطع الحلوة قوي برضو، عملي مناسب اللبس السريع والكلية والشغل وكده. فده من القطع فعلا اللي عجبتني، ومن القطع اللي أعتقد إن أنا هرجع لها تاني لو لقيت درجة الأزرق اللي كانت عجباني. ممكن أعمله بيه، مش عارفة هلاقيها ولا لأ، بس هي كانت درجة حلوة قوي البنت كانت عاملة بيها. لو لقيت اللون ده ولقيت معاه مهير، أعتقد هعمله بيه تاني. أنا متخيلاه قوي في لانا جولد فاين أو سوبر لانا، كمان هيبقى أفضل فيه مع سلك مهير. هل بقى هلاقي سلك مهير وسوبر لانا نفس درجة الأزرق؟ مش متأكدة. اللي أنا متأكدة إن هو موجود عندهم هو الكحلي والزهري، الأزرق الغامق العادي ده أنا مشوفتوش، فهحاول إن أدور، لو لقيته هيبقى حلو قوي. مش هطول في الكلام عن القطعة دي، احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل المرة اللي فاتت، حبيت بس أوريكم شكلها النهائي ونروح للقطعة اللي بعدها. تاني قطعة هنتكلم عنها هي البلوفر ده، ومش هنطق اسمه مستحيل ده. هحطلكوا اسم الباترن في مكان ما. ده من البلوفرات اللي أنا يا جماعة كان نفسي أعملها بطريقة، لأ أنا كنت هموت وأعمله. وكان عاجبني في عارفين درجة، هي مش اوف وايت ومش بيج، هي درجة في النص كده، كانت عجباني قوي. كانت في بنت عاملاها بيه، كانت عاملاه اوفر سايز وطويل، كان حلو قوي. المشكلة في الباترن ده ان هو مش بتاع مصممة معينة، هو شركة من شركات الخيوط بتكتب باترن وتبيعه مع الخيط. يعني انتي بتشتري كمية خيط مثلا، والباترن بتشتري معاها، فهم مش بينزلوا باترن على النت تشتريه. وحتى احنا كده كده الشراء واقف عندنا في مصر، ولكن على الاقل بيبقى في مقاس تعتمدي عليه، بتلاقي اي حاجه لها علاقه بالبلوفر ده مفيش. فحتى هم بره عندهم مشكله معاه في كده، ان هو لازم تشتري الخيط من الشركه دي علشان تشتري باترن. فانت لو بلد بعيده شويه او التوصيل ليكي صعب، بيبقى صعب ان هم يشتروا الباترن طبعا او الخيط. فانا برضو كان عاجبني وما كنتش عارفه اطلعه من هنا خالص. فلما عملت انفرت سوتر، لو تاخدوا بالكم هو على فكره قريب من بعض، وعلى فكره في باترن كتير بيكون في مثلا تصميم قديم، والمصممه بتعمله ان هي بتحط التست بتاعها او ذوقها هي في البلوفر، فبتغير اشكال الباترن دي وتطلع تصميم جديد منه. يعني سواء انجرت او ستورم او كذا بلوفر، هم عباره عن تصاميم قديمه جدا. كل مصممه بقى بتلعب في الشابتر او في الباترنز الموجوده وتطلع تصميم جديد. فلو تاخدوا بالكم الجزء الاولاني هنا وهنا
واحد موس ستيتش اللي هي غرزة أمامية وغرزة خلفية، والسطر اللي بعده بنعكس تحت خلفية بيبقى أمامية وتحت أمامية خلفية. والتاني غرزتين، غرزة أمامية وغرزة خلفية، والسطر اللي بعده غرزة أمامية وغرزة خلفية، وبنعكس في السطر التالت. وفي برضو نفس الدايموند بس هنا بغرزة واحدة، هنا باتنين، وبنكرر تاني الجزء ده. يعني الفكرة انهم قريبين من بعض. فأنا حسيت إنه تمام، أنا كده عرفت ليميت أو فكرة المقاس اللي أنا عايزاه. أنا عايزاه أوسع من ده شوية، فأنا هكبر المقاس عن ده شوية. يعني عرفت حدودي إن عايزة كام غرزة مثلا أو كام سنتي. الغرز نفسها أو الباترز نفسه ما كانش صعب، واحدة بوست ستيتش وواحدة دايموند، ودي عادية برضو سهلة. بيكونوا عبارة عن كأنه مربع. بشتغل غرزتين أمامي غرزتين خلفي، تحته 2 أمامي و2 خلفي. السطرين اللي بعدهم بعكس، تحت 2 أمامي بعمل 2 خلفي لدورين، وتحت 2 خلفي بعمل 2 أمامي لدورين، فبرضه مفهوش حاجة. وده برضه سهل، هو عبارة عن كيبورد صغيرة وجنبها سطرين أمامي وسطر خلفي، سطرين أمامي وسطر خلفي. فالغرز نفسها ما كانش فيها صعوبة. فلما عملت ده اللي اداني شجاعة شوية اني افكر اعمل ده. حسيت انه تمام، انا يعني مش هيبوظ مني، ممكن ما يطلعش نفس اللي في دماغي قوي لكن مش هيبعد. ان دي كانت عاملاه باللون الاخضر وعجبني قوي عليها، كانت عاملاه واسع وبلون اخضر كده، كان حلو قوي. شفت كذا حد عامله اخضر، فلان ما كانش عندي اللون التاني اللي كنت عايزه اعمله بيه، فقلت انا هعمله باللون الاخضر ده، لان من زمان كان نفسي اجرب الدرجه دي. شفتها في أنجورة وكانت عجباني قوي، فكان طول الوقت أنا مش عارفة هعمل بيها إيه، بس أنا عجباني. أول ما فكرت فيه افتكرتها وجبتها على طول. ده كان أول قطع أعملها بالرقبة 2 باي 2، 2 غرز أمامية و2 غرز خلفية. هو لايق عليه كده عشان هو واسع اوفر سايز، فتحس إن لايق عليه الريبنج عامة، سواء بتاع الكم أو بتاع الجسم نفسه أو الرقبة، لايق عليه قوي. بحس ان الحاجة اللي المفروض تبقى بتحتوي او بيبقى لايق عليها اكتر شوية التو باي تو ريبرنج، لكن الحاجة اللي بتبقى ارق شوية او كده بيليق معاها اكتر 1 باي 1. هو مش صعب خالص زي ما قلت لكم، هو مشكلته في موضوع انه مفيش باترن. مش فاكرة اخد خيط قد ايه، انا تقريبا كنت جايبة 5 بكرات، اتبقى من او 6 5 تقريبا، اتبقى منهم شوية حلوين قوي. فهو برضو مش بيسحب خيط كتير، ودي ميزة في أنجورة، انت بتعملي الحقيقة على فتلتين وبيدفي جدا، وفي نفس الوقت هو ما بيسحبش كمية خيط صعبة يعني. مشكلتي معاه أنا فكيت كذا مرة طبعا لسبب. هنا الدايموند اللي هنا المعين اللي هنا ماسك قوي، مش زي ده. فأنا لما عملت ده الأول كنت فاكرة إن ده نفس الموضوع، فلما عملت كاست أون وعملت الجزء بتاع الظهر بإبرة مش فاكرة مقاسها، بس ولنفترض إن هو 3.5، جيت أعمل الدايموند بنفس الإبرة، فجأة الظهر كان كده وبقينا يعني كده، يعني هو واسع خالص وبقينا ضيق جدا، فكان شكل وحش قوي. وفي نفس الوقت كان الجزء اللي فوق مقاسه مظبوط، فأنا مش عايزة أقلل الإبرة لأن اللي فوق مظبوط. قلت أجرب أغير الإبرة لإبرة أكبر، ممكن ما يبانش في الجزء اللي فوق قوي. فجأة طلع الجزء اللي فوق كبير جدا جدا، واللي تحت مظبوط، اللي هو الجزء بتاع المعين مظبوط كمقاس، لكن ده كبير جدا وبرده مازاله عامل كده ومن تحت أضيق. طيب الحل، رجعت تاني اللي كنت عاملاه الأول بالإبرة الصغيرة، عملت الجزء اللي فوق، وبعدين نقلت الغرز على الإبرة الأكبر وعملت بيها الجزء ده، وبعدين خلصت لحد هنا عادي. جيت على الأمام
بالإبرة الصغيرة لقطت الغرز اللي هنا، عملت الجزء بتاع الكتف اليمين، وبالإبرة الصغيرة الكتف الشمال، ووصلتهم ببعض واشتغلت ده كله بالإبرة الصغيرة عادي. ولما جيت عند الدايموند برضو نقلت الإبرة الكبيرة وعملت بيها، وكملت البلوفر كله بالإبرة الصغيرة، يعني ده بس اللي بالإبرة الكبيرة. قلت على قد ما أقدر أتفرج على صور كتير ليه للناس اللي منفذاه، زي ما قلت لكم، لأنه هو مفيش باترن ليه بيتباع لوحده، فمش هنلاقي عدد الناس اللي نفذوا زي إنجريد سوتر مثلا، لا يعني هو أقل. بس حاولت قد ما أقدر أركز أشوف المقاسات اللي الناس عملتها، وزن كل واحدة والمقاس اللي طلعته، الخيط. حاولت قد ما أقدر إن أكون بعمله وأنا عارفة الدنيا رايحة على فين يعني، وفي الآخر ده خلاه فعلا الحمد لله طلع مظبوط. لسه طبعا ما جاش الشتا وانا مخلصاه فملبستوش، بس صورته. فبس يعني ده من القطع الحلوة قوي. عارفة انه ممكن يكون مرهق للناس ان اقول لا جربوه او كده، هو مش مريح قوي في ان انت تقعدي تدوري وتعملي ده كله عشان تعملي بلوفر، مش سهل يعني، مش البلوفر مش سهل، لكن ان انت توصلي لمقاسك وكل حاجة من غير ما يكون معاكي باترن ده رخم قوي. اعتقد انجلت لو اتعمل بنفس اللون هيبقى قريب. ممكن على فكرة في حاجة، اللي عاوز يعمله ممكن يشتري الباترن بتاع انجريد ويمشي على المقاس نفس المقاس بالظبط بس بالغرز دي، يعني بدل ما انت بتعملي الجزء الاولاني باللي في انجريد نفذي شكل الغرزة اللي هنا وهكذا، هتلاقي الموضوع طلع قريب جدا. فليها حل يعني الباترن بتاع انجريد هيكون مناسب جدا ليه. تاخدي شكل الباترن اللي عاجبك هنا تنفذيه هنا، تعملي ميكس ما بين الاتنين، فهيكون الدنيا سهلة ان شاء الله. ده بالنسبة للقطعة دي. مفيش حاجة تانية اقولها عنه. بس بشجع الناس ان هي تعمل بلوفرات لونها اخضر يا جماعة. القطعة اللي عليها الدور هنا، يعني مفيش عندي اثبات اكتر من كده على انا بخاف عليها ازاي. تمام، يعني انا حطاها جوه خدادية، وحتى خدادية في ضلفة لوحدها، ويعني بصوا مش قادرة اقول لكم، علشان انا تعبت في البلوفر ده وحصل له حاجة ممكن انهار. اظن عرفتوا انا عامله فيه كده ليه، عشان لونه موضوع صعب قوي يا جماعه. ده فرويا سويتر او فريا سويتر، معرفش نطقها في اللغه الاصليه ايه. ده يعني هو انا بعتبره واحد من الانجازات والله، انا بحب البيفر ده قوي. تقريبا انا ما بتكلمناش عنه ولا مره. انا كنت بدات في يورو سويتر زي ما قلت لكم، وبعد ما بدات فيه سما هحط لكم اللينك بتاع انستجرام بتاعها، عملت جروب اسمه حياكة حكاية، وصوتنا على البلوفرات اللي هننفذها، والقرار كان على البلوفر ده. انا وهي من زمان كنا عايزين نعمله، ف كان عاجبني اللون اللي المصممة عاملة بيه البلوفر، وهو الابيض، يعني هو اوف وايت مش ابيض. تمام، كان عاجبني جدا، وما كانش عندي خيط يسمح ان انا اعمل يوروس سويتر وفرويا في وقت واحد. ما كانش عندي مشكله ان الاثنين يكونوا بنفس اللون، لكن ما كانش عندي خيط يكفي. فقلت خلاص انا هركن الكم اللي عملته من يوروس سويتر وهعمل ده الاول، وبعد كده نبقى نشوف هنعمل التاني ايه. طبعا انا حاولت بكل الطرق اني اشتري الباترن. الباترن ده بالتحديد البلوفر ده بالتحديد كنت عايزه يبقى معايا الباترن عشان يطلع مظبوط. هو مش صعب، بس هو مجهود قوي، فانا مش حابه اطلاقا اني اعمل المجهود ده كله ويطلع المقاس مش مظبوط في الاخر، يعني لا. حاولت بكل الطرق، يعني حاولت واصحابي حاولوا، يعني خليت الناس كلها تحاول، مفيش ولا حاجه نفعت. كلمت البنك مفيش حاجه ظبطت خالص. فقلت خلاص انا يعني مش اول بلوفر اعمله من غير باترن، شويه ثقه في النفس بقى وهنعملها ومش عارف ايه. وقد كان بدات فيه. بدات، ولما وصلت يعني انا كنت بدات فيه وخلاص وصلت الجزء الامامي بالخلفي،
وبدأت في الجزء بتاع البادي وعملت شوية. في بنت من الجروب بعتت لي الباترن هدية، أنا بشكرها جدا بجد قوي. الموضوع كان لطيف قوي منها بجد. هو أنا مش ما بحبش الهدايا، لكن بالعكس أنا بحب كل قطعة يبقى فيه حاجة فيها تفكرني بحد، أو إنه القطعة دي عملتها مع صاحبتي، القطعة دي مثلا الباترن من حد، أو أهديت حد باترن فعمل بيها. يعني بحب القطع في التركو تكون مربوطة بقصة أو بحاجة أفتكرها طول الوقت. بس مش عارفة، يعني بيكون الموضوع محرج شوية عشان احنا كنا أول مرة نتعرف على بعض. بس بجد أنا بشكرها جدا جدا، إن هي يعني حاجة ذوق منها قوي بصراحة. هي ما تعرفنيش، كانت أول مرة نتعامل، فإن هي تهتم إن هي لقتني بحاول إزاي أوصل له فتبعتهولي. فدي كانت حاجة بجد، يعني شكرا قوي قوي بجد. أنا وقتها كنت عاملة المقاس مختلف شوية عن المصممة، فكملت على المقاسات اللي أنا عاملاها، والباترن هعمل بيه قطعة تانية هوريكوا لونها من نفس البلوفر. بس فأنا كنت بدأت عادي، بنعمل الخلف برضو، ناخد غرز نعمل الكتف اليمين والشمال نفس الطريقة عادي، نوصل بغرز الرقبة ونشتغل ونكمل الجسم. طبعا الكم ما فيهوش تناقص، هو قطعة واحدة، لأن أنا مش حابة فكرة إنه يبقى الجسم واسع والكم ضيق، أو يبقى الجسم أوفر سايز قوي والكم كده، يعني ما بيبقاش ظابط يا جماعة بجد. طالما هو كله أوفر سايز قوي يبقى الكم يبقى نفس الطريقة. يعني الريبنج 2 باي 2 ريبنج زي ما كنت بقول لكم من شوية، في بلوفرات مش هيليق عليها غير 2 باي 2 ريبنج، ده منهم. ده ما كانش هيبقى لايق ابدا لو 1 باي 1 ريبنج. بصوا هو كتير قوي، هو طلع مني واسع شويه، انا كنت عايزاه يكون 130 سنتي بالظبط، يبقى واسع قوي بس اللي هو 130، طلع 135 136. انا ما عنديش مشكله، انا متخيلاه كده قوي، يعني لو شفت في الفيديو هتحس انه اللي لابسه بلوفرين في بعض، بس هو لايق عليه، هو لايق عليه ان هو كبير وتقيل وشانكي كده. انا مش قادره اتخيل انا هلبسه في الشغل ازاي، لان زي ما شفتوا انا حاطاه في يعني في كذا حاجه، والشغل عندي كله تراب والوان وبهدله وحديد مصدي وحاجات كده يعني، فعشان البس ده هناك الموضوع هيبقى صعب قوي. وفي نفس الوقت عشان ما البسهوش، طب انا مش بروح في مكان غير قليل، يعني انا بخلص الشغل كل يوم الساعه 4 بوصل البيت 5 كده، قليل قوي لما ببقى قادر اني اخرج. ف اعتقد هحاول على قد ما اقدر ان انا احافظ عليه ما بهدلهوش، هحاول. هو مش صعب يعني، كفكرة صعوبة مش تريكي، مش اللي هو ما تبقيش عارفة تعملي الحاجة ازاي خالص، لكن هو مجهود صعب، لان انا كمان عملته في وقت كنت بعمل فيه ده، كنت بعمل فيه البلوفر الاخضر، كنت بعمل فيه بلوفر كمان هوريهولكوا كمان شوية، فالتلاتة مع بعض كيبلز، كان الموضوع على ايدي وجعتني فترة بعدها، قعدت فترة بعدها اصلا بحاول ما اعملش حاجة كتير. فهو الفكرة فيه بس انه مجهود على الايد، خصوصا زي ما انتم شايفين هو مفهوش سطر واحد سكنت، يعني هو كله بالطريقة دي. انا مش عارفة واضح ولا لأ، هوريهولكم مش مهم انا. هو كله كده زي ما كنت بقول لكم من شوية، في كذا باترن هو عبارة عن نفس الفكرة، لكن الاختلاف في شكل الغرز، فكل مصممة بتعمل نفس الفكرة لكن باختلاف الغرز بتاعتها. ده بقى من التصميم بالذات اللي هتلاقي مثلا في منه 20 تصميم كلهم نفس الفكرة، الجزء اللي في النص وكيبلز على اليمين وعلى الشمال باختلافها بقى. في ناس عملت اللي في النص مثلا كيبل كبيرة أو دايموند طويل وهكذا.
يعني كل حد عمل التصميم بشكل الغرز اللي هو متخيلها، لكن كلهم بيدوا فكرة واحدة. أنا عجبني بصراحة الشكل بتاعها أكتر من حاجات تانية كتير، خصوصا إني بحب الجزء الشكل ده من الغرز. ويا جماعة سهل خالص على الإيد، مش قادرة أقول لكم إلى أي درجة، يعني أنا كدابة قوي بس بجد عذاب. أنا كان عندي مشكلة طول الوقت إني حاسة إن الجزء ده من الخيط كان أغمق، أو كان في مية لون مختلفة. معرفش ده كان عيب في البقرة ولا إيه. يعني الجزء ده كنت حاسة طول الوقت إن في حاجة. وريته لكذا حد قال لي مفيش حاجة باينة، هحاول أصدقهم، يعني مش عارفة باين فرق ولا لأ. كده كده ده الجزء اللي الطرحة بتبقى عليه فمش هيبان إن شاء الله. الكم حاولت ما يكونش واسع قوي بطريقة تضايق، هو طبعا هيبقى واسع شوية، بس مش حاسة ان هو واسع بالطريقة اللي تخليني مخنوقة او مش قادرة البسه او هكذا. يعني هو طويل، هو مثلا لحد هنا، لكن يعني مش واسع بطريقة، هو واسع بس مش اوسع من اللي المفروض يكون عليه على تخيلي. يعني الريبنج بتاعه كمان حلو قوي. نتائج تقريبا كل الناس اللي عملته فيه حلو قوي. هو فعلا من البروفرات اللي طلع ضيق شويه هيبقى حلو، طلع واسع هيبقى حلو، طلع اوفر سايز هيبقى حلو. مش مش بيتسلط، مش اللي هو مثلا لو ما طلعش نفس المقاس اللي في دماغك فهو كده خلاص مش هتعرفي تلبسيه. لا، هو مش صعب. الخيط اللي انا استخدمته هنا هو لانا جولد فاين مع فتله سلك مهير. ولانا جولد فاين وسوبر لانا هي من الخيوط اللي بتقبل قوي فكره الفتله سلك مهير يا جماعه، بتبقى حلوه جدا فيها، تكون فلافي وفي نفس الوقت ناعمه، مش متنشنه، وبتديكي ملمس هو ناعم وفي نفس الوقت المهير مديه رونق. فهي دي من الخيوط اللي برشحها جدا لو حد بيعمل النوعيه دي من الباتر. احنا بدأناه عادي، بنبدأ من الخلف، جزء الخلف بنعمله، وبعد كده بناخد الغرز للكتف اليمين والكتف اليسار ونوصل ونشتغل كله دائري. بعد كده نشتغل الكم، وفي الكم مفيش تناقص. الباترن سهل جدا. هي تقريبا ده تاني تصميم المصممة بتعمله، لكن عاملاه بجد سهل وواضح. لما اتبعت لي قريته، لا يعني هي كاتباه بطريقة حلوة، مش معتمدة على فكرة ان انا هقول لكم الخطوط العريضة وانتوا تمشوا على الباقي. في مصممين كتير يعني بيديكي الجزء بس يقولك مثلا وانتي كملي كذا، لكن هي لا، هي موضحة الدنيا حلوة قوي. لو حد حابب انه يختار، يعني خلي دي الفكرة دي في حسابه، ان هي فعلا الباترن بتاعها واضح. هو الجزء اللي في النص غرزة خيط النحل. بعد كده الغرزة دي، ودي من اكتر الغرز اللي انا بحبها، هي بتكون عبارة عن 3 اسطر، وفي الرابع بناخد هما 8 غرز 3 اسطر، وفي السطر الرابع بناخد الغرزة الرابعة نعملها كأول واحدة، والخامسة نعملها كآخر واحدة، فده اللي بيدينا الشكل ده. وبعد كده دايموند، وبعد كده كيبو العادية. لو حد بيفكر يعمله، أنصحه الأول إنه يدور على سلك مهير، وعلى حسب الألوان اللي هيلاقيها في سلك مهير بسهولة هيلاقي منها لانا جولد فاين أو سوبر لانا. لكن العكس بيكون صعب، مش بنلاقي سلك مهير كتير، فممكن تجيبي الخيط وبعد كده ما تلاقيش سلك مهير مناسب. فشوفي الألوان المتاحة سلك مهير، وبناء عليها ظبطي اللون اللي عجبك منها مع الصوف. كمان دي من القطع أول حاجة القطعة دي هي اتعملت من 100 سنة ولايقة للنهاردة ولايقة ل100 سنة قدام. وكمان من القطع انطباعي ان كل حد بيشتغل تركو لازم يكون عنده القطع الاوفر سايز الاوف وايت الشانكي قوي دي موجودة. يعني لازم يكون عنده قطعة من القطع دي باللون ده وبفكرة التصميم ده، سواء هتعملي دوجمر سويتر او هتعملي ده او هتعملي كذا شكل تاني ايا كان، بس فكرة القطعة اللي لونها فاتح اوف وايت او ابيض وكلها كيبلز وكده واوفر سايز، دي بتبقى حلوة قوي وشبه الشتاء قوي. عارفين هو مجهود ان انت تفضلي ماشية بالكيبلز دي كل البلوفر، ده مجهود. الغرزة دي بالذات بتبقى مجهود برضو قوي.
عشان انتي بتغيري كل دور رابع فده كتير. اخد وقت جزء منه لاني كنت بسيبه اعمل حاجة تانية، بس برضو اخد شوية وقت بالنسبة للعادي بتاعي. بس انا ما سبتوش فترات كبيرة، عشان كده خلص برضو ما اخدش يعني من وقت ما عملته لوقت ما خلصته مش وقت كتير قوي، بس ما كنتش شغالة عليه لوحده. عارفين القطعة اللي تبقي عايزة طول الوقت تشوفيها او تفتكري ان انت عملتيها، او يعني كمان عشان الفينش بتاعه بكل الكيبلز دي بيدي شكل شيك قوي، تحس ان هو فعلا متعوب فيه. يعني من القطع اللي تبقي ايه ده انا عملت كل ده. فهو حلو بصراحة يا جماعة، اشجعكم جدا ان انتوا تعملوه. بس هو من القطع اللي تحبي تعمليها في جروب، يعني كذا حد بيعملوا مع بعض ويشجعوا بعض وعارفين يحمسوا بعض كده. وكل ما تيأسي شوية أو تتعبي هتلاقي اللي حواليكي بيكملوا أو بيشجعوكي أو بيقوموكي، فهتلاقي إن أنت عايزة تكملي. فأنا بشجعكم قوي على الموضوع ده. شوفي حد من صحابك، حد من الناس اللي أنت عارفاهم بيشتغلوا تريكو وقرروا إن انتوا تعملوه مع بعض. التصميم زي ما قلت لكم حلو وسهل جدا. سواء تختاروا التصميم بتاع المصممة دي أو تصميم المصممة تانية، بس المبدأ بتاع الأوفرات دي أنا بشجعكم عليه قوي. فبس ده بالنسبة للقطعة دي، هدخلها في القوقعة بتاعتها تاني ونتكلم عن القطعة التانية. آخر قطعة من القطع اللي أنا مخلصاها هي القطعة دي. ده كارديجان أطفال. أنا كنت قلت لكم قبل كده إني بصور فيديو توتوريال لكارديجان أطفال. ده كان الكارديجان اللي كنت بصوره، والحقيقة إني ما عجبنيش الفيديو قوي، الجودة بتاعته، بإني كنت مضطرة أصور صوت لوحده وصورة لوحدها وهكذا، فالموضوع ما كانش عاجبني. وكنت كده كده الفترة دي بعمل كارديجان أطفال هدية لحد، فقلت إني أصوره من الأول أسهل لي، وعملت كده فعلا. صورت الكارديجان ده. هو رجلين عادي. بنبدأ الأول بجيرمان شورت روز، بإني ببدأ من هنا وأعمل السطر كله وأرجع لحد هنا بس. المرة اللي بعدها باخد جزء كمان من الغرز وأرجع، وهكذا عشان يديني الشكل الشيب ده، بحيث يبقى الرقبة أعلى يعني من الجزء الأمامي، ما يبقاش كده، لا يبقى كده. وبعد كده بشتغل الرجلين عادي، وبشتغل البادي أو الجسم بتاع الكارديجان والكم، وأعمل تناقص في الكم. أنا ما بحبش شغل الأطفال يكون ضيق قوي، يعني ما بحبش الكم يكون أضيق من كده. أول حاجة لأني ما بحبش شكل الأطفال يا جماعة وهم لابسين قطع ضيقة. فكرة اللبس اللي بيكون على الأطفال داخل بالعافية قوي ده ومكعورهم كده، أنا ما بحبش الشكل ده. فأنا بحب القطعة تبقى الأم تقدر براحتها تلبس ابنها أو بنتها حاجة تحت من غير ما يبقى الشكل بايخ. يعني شكل الريبنج كمان حلو قوي في البلوفر. أنا مش عارفة هو واضح ولا لأ. أنا عملت منه قبل كده أحمر مرتين، والمرتين كان مورينو. مرة كان أوليفيا، ومرة كان إليز مورينو تقريبا. وعملت الأخضر اللي وريته لكم ده، وده رابع قطعة. طبعا وبلا منازع أفضل خيط عملته بيه كان إليز مورينو، ده كان تحفة بجد. أوليفيا برضو كان حلو مقبول. وعجبني على فكرة كمان في أنجورا جولد، ده أنجورا جولد على فتلتين. أظن واضح أوي إن ده الخيط اللي اتبقى من أنجورا. ما كمل يعني، أنا عملته كنت شغالة فتلتين من بكرتين، اتبقى من كل بكرة أكتر من نص تقريبا، فهو ما أخدش كتير قوي. ممكن تجيبي بكرتين لو خايفة تجازفي تجيبي بكرة واحدة، وهيتبقى كتير يعني ممكن تعملي قطعتين كمان. هو مش بياخد وقت خالص، ودي ميزة فيه لو عايزة هدية لحد أسبوع أو كده، وعايزة هدية لطيفة لحد، مش بياخد وقت إطلاقا. سهل سريع، خيط مش مكلف، وفي نفس الوقت هدية قيمة، وشكله شيك قوي للأطفال. أنا عندي مشكلة دايما في اختيار الزراير، مش بيعجبني زراير بسهولة.
لكن إيه اللي بحبه في درجة اللون دي بالتحديد، وهتلاقوني دايما لو بعمل كارديجان أنا بميل للدرجة دي لأن بيليق عليها زرار المعدن. الزرار دي حلوة قوي فيها. فده من الحاجات اللي لقيت له زراير تعجبني بسهولة. الاتنين الأحمر اللي أنا عملتهم قبل كده أنا كنت عاملة فيهم بوب كورن، الكور الصغيرة، وكان شكلها حلو قوي فيهم. كان حد قال لي بلاش بوب كورن هنا، فأنا ما زلت محتارة. أنا عملت بلوكينج وخلصت. أنا كده كده كنت عايزة أصور طريقة البوب كورن في البلوفر. لو ما كنتش هعمل في البلوفر كنت هصور ازاي بختار الاماكن اللي بعمل فيها البوب كورن، واوريكم طريقة 2 أو 3. لو هعمل البوب كورن فانا هعمله في البلوفر كامل. انا لحد دلوقتي مش عارفة، فكرت اني اعملهم في البلوفر كامل واشوف النتيجة عاملة ازاي، ولو النتيجة عجبتني خلاص اسيبهم، لو ما عجبتنيش افكهم. خايفة يبان في الغرز ان انا عملت حاجة وفكيتها في الغرز اللي عند البوب كورن توسع. متهيألي لو رجعت عملت بلوكينج هتختفي لو فيها مشكلة، بس برضو قلقانة بصراحة. مش عارفة اعمل ايه. فكرت اني اجرب في نص، ولو حسيت الدنيا تمام اكمل، ما حسيتش الدنيا تمام افك الموضوع خالص بتاع البوب كورن. هو سهل جدا. اعتقد ان شاء الله الفيديو بتاعه هينزل قريب جدا. ان شاء الله كمان الفيديو هيكون فيه ازاي تختاري كل مقاس. يعني لو مقاس نيو بورن هيبقى كام، لو سنة او اكتر. بس انا هنصحكم نصيحة: مفيش طفل لسه مولود بيلبس بلوفرات ومامته بتلبسه صوف. هو اصلا ما بيطلعش من البيت، ده ما بيشوفش الصالة، يعني فاهمين؟ فانا لما بهدي حد بهديه حتى وهو لو اسبوع وحد لسه مولود، بهدي بسن السنة، اللي هو على الشتاء الجاي ان شاء الله يكون قادر يلبسه. لو هيلبسوا الشتاء ده عادي الكم هيتشمر، مش هيلبسوا الشتاء ده فهو مناسب للشتاء اللي جاي. ده مبدئي في الموضوع ده. انا مش هعمل قطعة وهادي حد بيها وفي الاخر يكبر عليها قبل ما يلبسها ولا مرة. نوت سنس خالص. فانا بعمل سن السنة وهادي بيها، مش لازم يعني خالص يلبسوا السنة دي يا جماعة. فده بالنسبة للقطعة دي. هي كيوت قوي. فبس ده بالنسبة للقطعة دي، ودي كانت آخر قطعة خلصانة معانا. القطعة اللي عليها الدور، وهقول لكم ليه أنا ما اتكلمتش عنها باعتبارها قطعة خلصانة أو ما عملتلهاش بلوكنج ليه، هي القطعة دي سويتر نمبر 9 لايت. البلوفر ده من أكتر البلوفرات اللي كان نفسي أعملها بقالي فترة. كان دايما في صورة في مخيلتي عنه وكنت عايزة أعمله، وفعلا طلبت الخيط. أنا مش معايا الخيط دلوقتي، كان هو ده. هو فتلة أخشن وأسمك شوية من أنجورا جولد، على صوف أكتر. أنا عملته. طبعا هو أخد وقت، مش لأنه صعب، لأني أنا كنت بسيبه وأروح أعمل بلوفر تاني وأخلص البلوفر تاني وأرجع أعمل جزء، أسيبه وأروح أعمل بلوفر تاني وأرجع أعمل جزء، وهكذا. هو سهل جدا. بنبدأ بالرقبة. أول جزء من الرقبة هو ريبنج 2x1، 2 أمامي واحد خلفي. بعد كده بننقل ل 2x2 عشان تاخد الشكل ده. بعد كده بنعمل جيرمان شورت روز، إن إحنا بناخد جزء من الغرز نشتغل وإحنا راجعين ناخد جزء أكتر، وهكذا عشان يعمل الشكل ده. وبعد كده بنشتغل رجلين، وشكل الرجلين هنا مميز جدا. وبعد كده بنعمل الكم، والريبنج بتاعه 2x2 وطويل. انا طبعا ان شاء الله لما اعمل بوكينج هنوسع خالص عن كده. والريبنج بتاع الجسم بيكون طويل برضو. تمام. البلوفر ده ما اخدش وقت كشغل فيه. الستوكينت في الخيط ده حلو جدا، يعني مش عارفه باين ولا لا، بس الغرز في الخيط ده فعلا حلوه. شكل الغرز الاماميه نفسها في الخيط حلو.
المشكلة هنا أنا لما طلبت خيط من خيوط الخان أستاذة منال، كان عندها كمية كبيرة منه، مش كبيرة قوي يعني، كمية أكتر شوية من اللي أنا عايزاه. قالت لي أنا هدخلك على بعض، قلت لها ماشي، أنا دايما بحب يكون عندي زيادة من الخيط. بعتتهولي، بدأت فيه، وأدركت وأنا في نصه أو حاجة إن أنا عندي خيط يكفي بلوفر كمان. في الوقت ده شفت صورة لبنت عاملة دوجمر جاكيت، ايه بدون قريب جدا من ده. طبعا كلنا عارفين اللي حصل، الكارديجان دخل هنا، مفيش حاجة عارفة تطلعه بقى، خلاص هي قفلت. ف في الوقت ده كنت بعمل البلوفر الأخضر، وكنت بعمل فراية سويتر. كشخص غير عاقل على الإطلاق قررت إن أنا هكستون برضه دوجمر جاكيت. طبعا ده كله من غير باترن، احنا كلنا عارفين مشكلتنا اللي واضح إن هي مش هتتحل. عملنا ايه؟ بدأنا دوجمر جاكيت. مش عارفة هو باين كده ولا لأ. طبعا هو مش معمول له بلوكينج، فالجزء ده عايز يتشد أو يتفك ده ويتعمل تاني. هنا مظبوط، بس ده مش قوي. وعملت الجسم بتاعه تمام. هكلمكم الأول عن الكارديجان. احنا بنبدأ من الخلف، بنعمل دروب شولدر، وبعد ما بنعمل الجزء الخلفي نبدأ من هنا نعمل الجزء بتاع الأمام ونشتغل شوية دول، ونعمل الكتف التاني، وبعد كده بنوصل الشغل كله ببعض ونشتغل دائري، مش دائري يعني السطر كامل أمامي وخلفي. بعد كده بناخد الغرز من هنا، نشتغل الريبنج اللي هنا واللي هنا، وفي الآخر خالص بنشتغل الرقبة. طبعا دي مش الزراير النهائية، أنا كنت بس بأكد على أماكن الزراير فحطيتها. الباترن الأصلي كان فيه مشكلة، إن هحط لكم لو في صورة واضحة ليها، الدايموند اللي فيه اللي هنا مش ماتش مع ده، يعني في زي جاب، يعني مثلا كأن ده بادئ من هنا وده بادئ من النص. فمن أحد فوائد إنك تبقي بتعملي من غير باترن، أنا فكست الكلام ده خالص، وعدلت ده بإني عملت ميني دايموند، دايموند صغير يعادل فكرة إني أعمل نص واحد كبير. فاهمين؟ يعني هي بدأت بنص واحد كبير هنا عشان العدد يكون مناسب. أنا بدل ما أعمل نص واحد كبير عملت واحد صغير كامل، عشان كان هممني إن الجزء ده يلتقي بده. تمام؟ أنا عندي بس مشكلة محتاجة أحلها، إن فتحة الإبط طلعت واسعة شوية، يعني أنا كنت عايزاها تبقى كده. هل بقى الجزء ده هلاقي طريقة أقفلها بيه؟ مش عارفة. يا عملتها عادي، اشتغلت عادي وشديت في أول الكم جامد، يا قفلتها بطريقة ما، مش عارفة، بس إن شاء الله هحلها. يعني أنا الفيتنج بتاعه ما كنتش حابة إنه يكون أوفر سايز، أنا كنت عايزاه زي الصورة اللي أنا شفتها، هو فيتنج قوي يعني مناسب جدا، مش واسع مش ضيق بس مش واسع خالص، مفيهوش بوزيتيف ايز خالص تقريبا، هو اقرب ما يكون ان هو مظبوط. درجة اللون الخيط كانت تحفة في الكيبوز دي. انا غيرت عن الباترن الاصلي حاجة كمان غير موضوع الجزء اللي هنا. الدايموند في الباترن الاصلي من جوه كله بورو ستيتش، كله غرز خلفية. انا لما عملت ده كنت اوريدي بدأت في فروع سويتر، وعجبني قوي الدايموند اللي جواه موس ستيتش، غرزة أمامية وغرزة خلفية. وحسيت إن فكرة الكارديجان قايمة عن كله غرز، الجزء ده كله غرز وده كله ملمس، فإن الجزء ده يبقى عبارة عن دايموند فاضي من بره ومن جوه، ما كانش ميك سنس بالنسبة لي إني أعمل ده كله غرز خلفية وده غرز خلفية. فقررت إن أنا لأ، أنا هعمل جوه
بوس ستيتش كنت شفت بنت عاملاها تقريبا وحسيت انه كده احلى كتير. طبعا بديت نت لو شافتني وانا بعدي عليها هتنهار، بس مش مهم. كمان الريبنج بتاعه ده من الخيوط اللي الريبنج بتاعها بيطلع حلو. اوقات في خيوط كتير الريبنج بتاعها بيطلع مش متناسق او مش متساوي قوي. لا الريبنج هنا كان حلو قوي، يعني مش عارفه باين ولا لا، بس هو كان حلو. كمان زي ما قلت لكم انا بحب اصلا الجزء بتاع خليه النحل دي جدا، فشكلها كان حلو هنا. فده بالنسبه للباترن نفسه. اللي حصل بقى اني بعد ما خلصت ادركت حاجه صغننه، الا وهي ان انا على الاغلب الخيط مش هيكفي اني اعمل الكمين، فاصبح هنا في مشكله. هل بعد الجهد اللي بذلته هنا مش هكمل؟ مستحيل، ما صعب. فالقرار الاولي كان خلاص احنا هنفك هنا، ناخد الجزء اللي احنا محتاجينه، نقصر البلوفر ده واكمل الكم. ده كان قراري لحد من يومين، ان انا خلاص هاخد الجزء اللي انا محتاجاه من هنا واحطه هنا. ليه؟ لان انا مش هضحي بدجمر. سوتر نمبر 9 ممكن الاقي اي خط اعمله بيه تاني، الوان كتير هتبقى حلوه فيه، مجهوده مش زي ده، حاجات كتير. وكمان عنده قابليه اني اقصره واعمل بلوكينج قوي، والموضوع يعني اعوضه في البلوكينج. ولكن من كام يوم كنت بشتري خيط، والدرجه اللي جبتها كانت دي. ومش عارفه باين ولا لا، بس هو الاختلاف بينهم مش قاتل. طبعا انا مش هحط دي في دجمر يعني اطلاقا، انا هاخد برضو من البلوفر التاني اللي انا عايزاه اكمل بيه دجمر، وبدل ما اقصر تاني هعمل الريبنج باللون ده. ما اعتقدش الموضوع هيبقى فيه فرق قوي قوي، او على الاقل هجرب اشوف تمام ولا لا. لو لا خلاص هقصر ده وخلاص، لو تمام خلاص. بس انا مش حاسه انه هيبقى بعيد قوي. ممكن كمان افك الريبنج كله واعمله بده، يبقى كانه اختلاف متعمد في الوان الريبنج، بحيث ما يبقاش ريبنج الكم شكل وريبنج البادي او الجسم نفسه شكل تاني. فده كان الحل بالنسبه لي، اني على قد ما اقدر ما اخسرش واحد من البلوفرات، لان زي ما قلت لكم دوجمر هو كله كيبلز، انا ما اقدرش اضحي بيه. ده شكل الظهر بتاعه حلو قوي، بس هو طبعا محتاج بلوكينج، بس مش هعمل بلوكينج قوي. انا بس هفرد الورق شويه بحيث تاخد الحجم الطبيعي بتاعها، لكن انا مش عايزاه واسع، فمش هعمل بلوكينج قوي. يعني انا بس هقيق كده. عايزه اخلصه علشان هو حلو هو مفتوح، وحلو هو مقفول، فهو هينفع في اوقات كتير. فعايزه ابقى مخلصه وقت ما احب البسه على طول. هو من القطع اللي جت فجاه، يعني من القطع اللي انا ما كنتش عامله حساب اني اعملها، وفجاه كده انا قمت عملته. انا كان عاجبني دوجمر سويتر زبر سويتر، دوجمر زبر سويتر اللي سوسته. لكن وقت ما قررت اني اعمل جاكيت. اول حاجه عشان الصوره اللي شفتها على البنت، تاني حاجه عشان انا ما عنديش جواكت كتير او كارديجان كتير، فحسيت ان هو مميز فيها. كمان الزبر سويتر حلو قوي، بس هو قريب من فرويا، فكرة هو كله كيبلز وكده، فما كنتش هعمل نفس اللون انا عامله بيه بلوفر تاني حتى لو كان ستوكينات. فحاسه انه كارديجان كانت فكره اوقع شويه، وانا محتاجه حاجه مفتوحه، فهو شكله حلو وهو مفتوح، فعشان كده قررت اني اعمله. اتمنى اني اخلصه، انا سايباه عشان حاجات كتير بخلصها الفتره دي. اعتقد مش هرجعله غير لما اخلص معظم الحاجات التانية، ولكن ان شاء الله هيخلص يعني. واتمنى الاقي زراير
لو حد يعرف ممكن الاقي زراير فين يقول لي برضو. اي مكان اونلاين بيبيع زراير حلوة، علشان انا عندي ازمة زراير رهيبة، مش لاقية زراير ترضيني. فبس كده. الحاجة اللي انا كمان شغال عليها دلوقتي هي ده. طبعا هو مش باين له اي معالم، هوريكم هيطلع ازاي. هو الكارديجان ده. تمام. هو الكارديجان ده شكله، وده الظهر بتاعه. الكارديجان ده من الحاجات اللي انا بحبها قوي. انا عملته من فترة، و كنت عايزاه يكون هدية لحد مميز. لقيت حد، بس هي جابت توأم، او هو الولد ابن عمي والبنت صاحبتي. ف انا عملت ده بتاع الولد. اما بالنسبة للبنت زي يا جماعة انا ما بحبش اللون البيربل او الليلاك او الموف او الكشمير بس هو معرفش، هما بيطردوني الالوان دي. يعني انا مش من الالوان اللي انا يعني بفضلها قوي. تقريبا انا بقيت بفضله بعد ما بقيت كل ما اجي اعمل حاجه تصادف انه يطلع هو، فخلاص كان لازم احبه يعني. انا بصور توتوريال للكارديجان ده، لانه من الكارديجانات الحلوه قوي. انا صورت خلاص الكابشو، خلاص الهيدت خلاص، والبادي فاضل فيه الريبنج، وعملت واحد من الكات. ففاضل الريبنج، فاضل الجزء بتاع الكارديجان، الريبنج بتاع الجزء الامامي، وفاضل الجزء اللي هنا، وفاضل الكابيشون نفسه الجزء اللي فيه. اشرح لكم هنا اسهل عشان ده عذاب قوي. انا فاضل الجزئين دول، انا فاضل لي الريبنج الجزئين دول، وواحد من دول، وطبعا الجزء ده، ده الحبل. الزرار دي كانت حلوه قوي على اللون ده. يعني دي من الحاجات برضو يعني من المرات اللي صادفني فيها الزراير حلوه. مع اللون التاني اعتقد هستخدم نفس المقاس، لكن الزراير المعدن هتبقى حلوه اكتر على اللون ده. القطعه دي مع انها مش بتاخد وقت وسهله، لكن هي عارفين شبه الاطفال قوي. مش هتحس ان انت قطعه كبار انت ملبساها لطفل، لا، هي فعلا يعني عارفين شبه الاطفال كده. كمان بتبقى حلوه في اللبس قوي. شفت كذا صوره كانت حلوه في اللبس، فانا عاجبني. انا دي من القطع اللي بجد انا بحب اشوفها على طول، ويعني هي من اسهل الحاجات اللي انا عملتها، لكن دايما ليها مكانه جدا مميزه عندي. عشان كده كان نفسي اعمل لها فيديو. انا استخدمت اللانا جولد، مش لانا جولد فاين، لانا جولد بس. ف مناسب جدا. شكل الغرز فيه طبعا هو محتاج بلوكينج تاني لان ده اتعمل من زمان جدا. شكل الغرز فيه حلو قوي في لانا جولد. ان شاء الله مش هياخد وقت، انا مفضليش فيه كتير، هحاول على قد ما اقدر ان انا اخلصه. وان شاء الله ان شاء الله الفيديو مش هيتاخر. انا زي ما قلت لكم فاضل فيه الايديت مش هياخد وقت، وتصوير الحتت اللي قلت لكم عليها. القطعه اللي انا شغاله عليها برضو هو البلوفر ده. في الجروب بتاع سما، بتاع حكايه حياكه، كنا صوتنا على اولجا سويتر، وقعدت فتره انا مش عارفه اوصل بالظبط هستعمل خيط ايه او الوان ايه. انا في نفس الوقت كنت عايزه اعمل بلوفر، اصور بلوفر توتوريال ستريب او مخطط. فانا كده مش عارفه اوصل ان انا اشتري الباترن، فهعمل مقاساتي بعيده عن الباترن، وعايزه اغير حاجات فيه. فقلت خلاص انا مش هعمل اولجا سوتر، انا هعمل البلوفر اللي انا كنت ناويه اعمله. الفكره واحده بس، يعني نفس فكره الخطوط. فانا هعمل الفيديو يعني. في الاول ما كنتش عارفه استخدم خيط ايه. كنت عايزه استخدم سوبر لانا مع فتله مهير، ما لقيتش الوان مهير عجباني.
فبعد اختيارات قلت هستخدم كوتون جولد رفيع قوي. ففي الاخر استقريت على انجورة على فتلتين. انا كنت عايزة بني، كنت عايزة اللون يكون فيهم واحد بني، وكنت محتارة في الدرجة الفاتحة، فاخترت مع البني الدرجة دي الأول. ماشي. وبعد ما طلبتها وجربتها هوريكم القطعة اللي عملتها بيها، لا ما عجبتنيش إطلاقا، كان وحش جدا. فقلت لا أنا مش هعملها بيه. الأول قلت هطلب خيط تاني، أنا كنت طالبة خيط أصلا، فقلت ألحق أطلبه يجي مع ده، ما لحقتش. فانا كان عندي قطعه كنت عاملاها قبل كده بدرجه اوف وايت، وكانت قطعه مش مظبوطه قوي، فكده كده كنت ناويه افك الخيط اعمل بيه حاجه تانية، فقلت اجربه. وقد كان جربته واللون عجبني جدا، يعني هو ده كان هيك احسن من كمان الدرجه اللي انا كنت ناويه اجيبها اعمل بيها، الدرجه اللي انا كنت ناويه اغيرها. فده طلع حلو قوي في الدرجه دي. انا صورت لحد هنا لحد ما انا واقفه. هو سهل جدا، قريب جدا من سانشاين سويتر. الفرق بس طبعا في موضوع ان احنا ازاي بندخل الوان مختلفه وكده، حتى المقاس قريب. الالوان حلوه قوي، احنا بنعمل 4 الوان بني، 4 الوان اوف وايت. لحد دلوقتي عاجبني الالوان. انا مش عارفه يعجبني قوي الفينش بتاعه او شكل الخطوط ده عامه هيكون تمام بالنسبه لي ولا لا. عندي بلوفر اصفر في اوف وايت كده بحبه قوي جاهز، فاتمنى ده يكون زيه. انا بستخدم فتلتين من الدرجه البني اللي هي دي، وفتلتين من الخيط اللي كان عندي، دي الدرجه بتاعته. درجه البني دي كمان من الدرجات الحلوه قوي، يعني درجه البني انا بفكر اعمل بيها حاجه لوحدها، درجه حلوه قوي، مفيش حاجه اقولها عنه قوي. هو ما اخدش وقت خالص، يعني الجزء ده ما اخدش وقت، هو على بعضه فكره ان الحاجه اللي بتبقى تشابترز او كذا خط ونغير اللون او هكذا مش بتاخد وقت كتير، تبقي بتفكري في اللون اللي بعده او كده، او خلاص هخلص دي وابدا، هخلص دي واسيبه، فبتلاقي نفسك انجزتي يعني. فده بالنسبه للبلوفر ده لسه مفيش حاجه اقولها عنه قوي. انا عندي بقرتين من درجه البني دي، حاسه ان انا هحتاج اكتر، اتمنى لا، عشان لسه هطلبه مش عارفه يوصل لي في قد ايه، هستنى لما اشوف هحتاج ولا لا، بس اتمنى يعني ان انا محتاجش. من القطع كمان اللي كنت شغاله عليها اخر فتره هي البلوفر ده. انا مش فاكره صورت لكم حاجه ليها علاقه بيه ولا لا. انا كنت اخر فتره بشوف كتير قوي ناس عامله بلوفرات كحلي، وانا بحب الكحلي. شفت بتيت نت عاملاه، كنت فاكيكا كانت عاملاه، كذا حد كان عامله والدرجه كانت عجباني، هي نفس الدرجه دي، بس انا ما كنتش عارفه اعمله انهي شكل او اعمله ازاي. فكان في تجربه كده في دماغي عايزه اعملها، فقلت اجربها فيه. جربتها، الحقيقه انه طلع طويل شويه. انا استخدمت فيه خيط سوبر لانا، وسوبر لانا من الخيوط اللي حلوه قوي وهي لوحدها، خفيف يعني مش خفيف بطريقه تضايق، لكن في نفس الوقت دربي او طري، حلو قوي. فانا طلع طويل شويه لان ده لسه ما اتعملوش بلوكينج. مش عارفه، في حاجه دايما مش مظبوطه في الجسم بالنسبه لي، مش عارفه ايه هي، ممكن ان هو مش واسع قوي فطويل، مش عارفه بالظبط. اعتقد هو واسع يا دوب، مش ضيق، مش عارفه، ممكن الريبنج، لسه هحاول اعرف المشكله في ايه. لكن كنت حاسه هو لوحده كده في حاجه غلط، لكن لما بجرب ادخل جزء منه مع كوفيه او كده حاسه هو هيظبط. هو اوتفيت معتمد قوي على فكره انه جزء من الطقم، هو مش من المين كاركتر في الطقم، او هو مش زي فرويا مثلا او ستورم سويتر هو القطعه الاساسيه والباقي مش في نفس الاهميه، لا، هو ده عايز بنطلون يبقى مظبوط مناسب ليه، عايز كوفيه، عارفين، عايز يعني تظبط الطقم من نواحي تانية. يعني هو حاجة بيزك قوي، هنظبط لها كوفية وهنظبط لها بنطلون وهنظبط لها طرحة وكده، فاهمين؟ يعني أتمنى تكون الفكرة وصلت يعني.
آم، الكم كنت عاملة فيه تناقص، بس أنا حاسة إنه مش محتاج تناقص. حاسة إن المفروض الكم ما ينفعش يكون أضيق من كده، فعلى الأغلب ممكن أفك الجزء ده وأعمل الكم من غير تناقص. أنا عاجبني الريبنج بتاعه قوي، الريبنج بتاعه حلو. آم، مش عارفة واضح ولا لأ، الغرز فيه حلوة ودرجة الكحلي حلوة قوي، يعني درجة الكحلي غامق فعجباني. أنا مش مركزة معاه آخر فترة قوي، أنا عملته كله في قعدتين 3 وبعد كده سبته. هو مع إن المفروض كنت أهتم إن أخلصه عشان هو من الحاجات اللي هتتلبس أول الشتاء أو آخره، الفترة اللي الجو فيها ألطف، ولكن جت حاجات اهتميت بيها أكتر من القطعة التانية. بس إن شاء الله لنا عودة يعني. ممكن لما أخلص البلوفر المخطط، مش عارفة اسمه هيكون إيه لسه، يبقى ده ستوكينات مكانه، يعني أبقى شغالة على قطعة فيها شغل شوية وقطعة أسهل. مفيش حاجة أقولها عنه قوي. الكمي مش هياخد وقت، هو تقريبا ما أخدش خيط خالص، دي تالت بقرة تقريبا، مش متأكدة بس أعتقد دي التالتة. هو هياخد كله، مش هيكمل 4 بقرات، دي حاجة كويسة. أنا بدأته كنت عايزة أجرب لو بدأت الشغل مستقيم، يعني أنا ما عملتش دروب شولدر خالص، ولا هنا أنا بدأت شغل مستقيم في كله. أنا كنت عاملة بلوفر قبل كده هوريكم صورته، كان بنفس الطريقة دي، لكن أنا كنت عاملاه من تحت لفوق فطلع مظبوط جدا. فأنا كنت عايزة أعرف لو جربت ده بنفس الطريقة من فوق لتحت هل هيطلع مظبوط ولا لأ. أنا حاسة مش هيطلع بنفس الطريقة، ولكن ما أعتقدش مشكلة إن بدأت من تحت لفوق أو العكس، لأن لو الموضوع نفس الأرقام ونفس كل حاجة مش هيفرق إن أنا بادئة من فين. ممكن مشكلة في نوع الخيط، أنا مش متأكدة لسه، أنا برضو لسه مخلصتوش فمش عارفة الفكرة في إيه، لكن إن شاء الله هرجع أكمله وإن شاء الله هيظبط. من الحاجات اللي كنا بدأنا فيها المرة اللي فاتت قلت لكم على يورس سويتر. أنا كنت عملت الكم وكان عاجبني جدا، بس لأني احتجت الخيط في فرويا سويتر فقررت إن أنا هعمل التاني. طول الفترة دي أنا برضو مازال عاجبني يورس سويتر قوي، الكم بتاعه رهيب بجد، الكم حلو قوي، فمش عارفة أتجاوزه. وعاجبني أبيض أو أوف وايت، يعني عاجبني نفس اللون اللي أنا كنت عاملة بيه. أنا كنت جايبة خيط من فترة، هو ده، أنا مش فاكرة جايباه من فين، بس هي كانت كونة على بعضها كده، والمفروض إن هي كان فيها نسبة مورينو. لما جبت الكونة دي وعملت العينة ما عجبتنيش قوي، هي التانية دي انا مجرباها في الغرزة بتاعة ستورم سوتر بس ما عجبتنيش يعني، فقلت خلاص مش مهم اعمل بيه حاجة وكده وسبته على جنب. مشكلتي كانت طول الوقت اشوفه كده اقول اكيد هيطلع منه حاجة حلوة، وبعدين اقول لا العينة مش حلوة. لما حسيت ان انا عايزة اعمل يورو سويتر قلت بدل ما اجيب لانا جولد فاين تاني انا هجرب البتاعة دي اشوف هتقول ايه. وبدأت. الحقيقة يا جماعة ان انا خاب ظني لكن بالمعنى الحلو، انا كان ظني فيها ان هي تطلع وحشة قوي، طلعت حلوة. انا ما عملتش كتير، هو بس بداية الكم، الجزء ده بس ده. يعني كده انا عاجبني قوي. هو اسمك شويه من لانا جولد مع فتله مهير، انا عامله هنا فتلتين مهير مش فتله واحده، كنت عاوزاه يكون فلافي اكتر، مش عارفه هيطلع واسع قوي ولا ايه. انا بقى عايزه يورو سويتر يكون مش واسع قوي، مش حاباه يكون نفس فكره فرويا، لا هو ده فيتنج اكتر او مظبوط اكتر شويه، او انا متخيلاه كده اكتر يعني، فمش عايزاه يكون واسع قوي، فمش متأكدة لسه هيطلع ايه. لكن
ده جزء بس اللي عملته لحد دلوقتي، هو حلو قوي. مورينو ده واضح طبعا. انا كنت متخيله ان ده من الخيوط اللي بتفتل او اللي جودتها وحشه او كده، عشان كنت جربت قبل كده خيط في البلوفر بتاع كوتوفاكيكا، مش فاكره اسم البلوفر، هحطلكوا صورته. ما عجبنيش خالص بجد، خيط كان وحش قوي. فما اعرفش ليه كان عندي تخيل ان ده نفس الماتريال، لكن لا خالص، ما لهوش علاقه بيه. حلو قوي كمان، مش من انواع اللون الابيض اللي فجاه تحس ان هي مش نظيفه او كده. ف انا ما فيش حاجه لسه اتكلم عنها قوي. هو بنبدا ب 2 باي 2 ريبنج 10 سنتي، وبعد كده نبدا في الغرزه بتاعته، يعني بنعمل كم، نمشي بالعرض، وبعدين نعمل الكم التاني. اول مره اعمل الاستراكشر ده، اول مره اعمل الطريقه دي او الرسمه دي، فمتحمسه له واتمنى يطلع حلو. اخر حاجه بعملها الفتره دي هي كوفيه، هي لسه مش باينه قوي، هحط لكم صورتها برضو بعد ما تخلص. في الاول ما كنتش عارفه اعملها بخيط ايه. اليز انا مش بحبه، اليز ديفا انا مش بحبه، وفي نفس الوقت انا عايزه خيط ناشف ماسك نفسه قوي، ده ما ينفعش معاه اي قطن طري او صوف او كده، هو عايز قطن من المعالج اللي بيستخدم في شنط التبستري. اليز رفيع قوي عليها، فكرت في اليز ديفا بلس، الاسود ما كانش موجود عند كذا حد. بعد كده حد قال لي طب خدي برايت، سمكه مناسب. انا ما كنتش جربت برايت قبل كده، بس انا جربت جوتي كتير، وانا متخيلاه نفس الكاتيجوري او نفس الفكره يعني. جبت برايت، ويا جماعه حلو جدا. هو قطن مصر كمان 100%، فده حاجه حلوه، افضل كتير من ان يبقى اكريليك على قطن اكريليك، يعني ده قطن مصري 100%. سمكه حلو قوي، درجه الاسود بتاعته كمان حلوه، فاداني بالظبط الشكل اللي انا بفكر فيه بصراحه. هي مش اسهل حاجه في الدنيا، يعني سهله كخطوات، بس اقصد مش كفايه مثلا انك بتشتغلي في غرزه بتكرريها وانت مش باصه. انا ما اعرفش هو الباترن بتاع حد ولا لا، كنت بفكر ان انا ابقى اصور لها فيديو، مش عارفه الباترن ده بتاع حد ولا لا، هحاول ادور. لو ما طلعش باترن حد، لو بتاع حد معين هستأذنه، لو وافق تمام، لو مش بتاع حد هصورها ان شاء الله. انا جبت 4 بكرات، مش عارفه هنستخدم قد ايه فيها، فاتمنى تطلع حلوه. الحمد لله خلصنا القطع اللي بدأتها، ولكن فاضل قطعتين هنتكلم عنهم، انا ما بدأتهمش، لكن واحده فيهم هبدأها ان شاء الله، لو مش النهارده هيكون بكره، وواحده هتستنى شويه لان الوضع صعب كده. القطعه اللي انا هبدأها هي هتكون ميكس اللونين دول. احكي لكم القصه من الاول. من فتره بعتت لي رساله، انا فتحتها وانا في الشغل وما لحقتش ارد، فلما جيت ادور على الرساله عشان ارد ما لقيتهاش، مش عارفه ازاي. فقلت يبقى انا كان بيتهيألي مثلا او ايا كان، يعني اكيد شفت حاجه غلط. بعدها بكام يوم، عدى كذا يوم، وبفتح بالصدفه لقيت الرساله. ده طبعا بالنسبه لي شيء محرج جدا، انا ما بحبش اتاخر على حد في الرد، فاللي هو يعني مش عارفه عملتها ازاي دي، انا فعلا ما شفتش الرساله. فكانت بنوته جميله اسمها هند، هحط لكم لينك الانستجرام بتاعها، وكانت بتقول لي على جروب كذا بنت مع بعض بيعملوا زي تحديات كل فتره شرابات وكده. قلت لها تمام جدا وماشي ومش عارف ايه. قعدنا نرغي شويه، فجت البلوفرات، فحكت لي ان هم عاملين بالصدفه كانوا كام حد صحاب، وكلهم قرروا ان هم عاوزين يعملوا نفس البلوفر في وقت واحد، فعملوا جروب بيعملوا في البلوفر ده. قلت لها ده فايرال جدا الفتره اللي فاتت وكده وكله بيعمله، بس طبعا لان موضوع ان احنا نشتري ده واقف، انا اصلا مش عارفه اوصل للباتر. فهم كانوا يعرفوا حد، عرفوا من خلاله يشتروا الباترن ده، فهي بعتت لي هديه. انا زي ما قلت لكم، انا الموضوع بيبقى
مش ان انا خالص مش بحب الهدايا والله، بس بيبقى محرج شويه. بس انا يعني كنت مبسوطه قوي بصراحه من فكره ان حد يفكر فيا، مش موضوع الهديه على قد ما ان حد يبقى عايزك تعمل الحاجه اللي نفسك فيها، او مهتم ان أو تجربوا حاجه سوا او كده. فانا كنت فرحانه جدا بصراحه. هي اصلا ذوق قوي، ذوق بطريقه رهيبه يا جماعه. عارفين الناس الذوق لدرجه انك ما تعرفش تقول لها لا. هي يعني يعني حد عامل حاجه ليا اصلا، يعني انا مستفيده، وكمان ذوق قوي. ف يعني تخيلوا حد يعني ذوق جدا ومقدم لك هديه حلوه قوي قوي. فانا بجد يعني عارفين الناس اللي تخليكوا فتره مبسوطين جدا. انا كنت مبسوطه جدا علشان بجد فكره ان حد يهتم بيك. اتمنى في يوم من الايام مش ان انا ارد لها هديه، بس ان اخليها بطريقه ما مبسوطه زي ما هي كانت سبب ان انا اكون مبسوطه. اما البلوفر بقى الفكره كلها حواليه هو كان روزي سويتر. طبعا البلوفر ده الفتره الاخيره فايرال جدا، تقريبا كل اللي بيشتغل تركو بيعمله. هتفتحي يوتيوب هتلاقيه في وشك، هتفتحي انستجرام هتلاقيه هو بقى في كل مكان. فانا كنت محتاره في اللون، قعدت مع البنات على الجروب نختار اللون، فده كان اساسي. وكنت مختاره معاه لون تاني هحطه لكم برضو. ده كنت طلبته علشان البلوفر المخطط، وبعدين لما جالي ما عجبنيش، فقلت لا خلاص انا ايه هطلب اللون اللي عاجبني. كان التاني على عاجي شويه، بعت طلبت ده وطلبت التاني وتمام. استلمت الخيط، اكتشفت ان الخيط مبعوت لي غلط. انا طالبه اللون التاني، بعت لي ده برضو اللي انا كنت جبته ما عجبنيش. هو كان ذوق جدا، قال لي الغلط من عندنا احنا هنرجعه كده. قلت له تمام، انا عشان انا مش حابه اللون الجديد فانا عايزه ارجعه فعلا. بالصدفه كذا حد شافه الاول قبل ما اجرب بيه اي حاجه، وقال لي لا دعاء اللون حلو ومش عارف ايه وكده. بس انا كان بيني وبين نفسي انا حاسه ان انا مش عايزه اللون يكون كده، انا عايزاه ناتشورال اكتر او مش منور كده، علشان القطعه الاصليه بتاعت المصممه كانت مش بيج، مش على وردي كده، كان على عادي اكتر. بس لاني كان عندي اصلا الخيط اللي انا كنت جايباه للبلوفر التاني قبل كده واحتفظت بيه، فقلت اجرب هيحصل ايه. ايه ما عجبنيش هرجعه، عجبني خلاص. لان كذا حد قال لي لا جربي، وجربت. مش عارفه هي باينه ولا لا، بس انا جربت وانا مبسوطه اني انا جربت حقيقه. انا اللون عجبني، مش عارفه هو باين ولا لا. قلق طبعا كله من درجة الخيط عليا هتبقى عاملة ازاي، بس انا عجبني. ممكن المشكلة اني انا في اللبس بخاف قوي من الالوان اللي على بيج قوي، عارفين الالوان دي؟ بحس هي ممكن تبقى لون الجسم قوي فبيبقى باينة بايخة، مش عارفة. بس انا جربته عجبني. ولما بعته للبنات على الجروب اللي كانوا اصلا مختارين من الاول معايا اللون التاني، عجبهم برضو. فدي حاجة طمنتني ان احنا كلنا كنا مايلين للتاني اكتر، بس لما شافوا ده عجبهم فحمسوني بصراحه. انا كنت محتاجه برضو راي حد. اللي حواليا قالوا لي حلو، بس انا محتاجه راي حد بيشتغل تركوب فاهم الفكره رايحه لفين، او فاهم قلقي منه. فكلهم قالوا لي لا كملي بيه، اللون حلو فعلا. فقررت ان انا هكمل بيه. انا عاجبني، مش عارفه مش عارفه اصلا هو واضح بالنسبه لكم ولا لا. عاجبني كمان باترن الورده قوي. وعاجبني ان هو مش صغير، يعني مش باترن صغير حاجه بسيطه، لا الورده كبيره. فانا عاجبني قوي. انا ده من القطع اللي انا محتاره قوي 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 في المقاس اللي هعملها بيه جدا. الناس كتير عملته واشتكت انه طلع اضيق من المكتوب. يعني اللي اختار المقاس التاني كان عايز نفس الفيتنج اللي على المصممه، طلع بعيد تماما. هو معظم الناس اصلا يعني المعظم طلع الفيتنج بتاعهم ضيق. فانا المفروض كنت هعمل المقاس التاني،
لو مقاساتها مظبوطة. لكن بما انه كل اشتكى من المقاسات دي، فانا اعتقد ان انا هعمل المقاس التالت. قلقانة شوية انه يطلع واسع جامد، بس انا ما عنديش مشكلة في موضوع ان انا افك. انا همشي فيه لحد ما اوصل للجزء اللي احدد بناء عليه المقاس تمام ولا لا، ولو مش تمام هفك، مفيش مشكلة. فدي من القطع اللي انا متحمسه لها. الديدلاين بتاع الجروب انه نخلص قبل راس السنه ان شاء الله بيومين، ان شاء الله الحق باذن الله نلحق كلنا. فانا مبسوطه قوي ان انا معاهم. كلهم شاطرين جدا جدا. تحب تتناقش معاهم كمان، فهم بجد ما شاء الله عليهم شاطرين قوي. انا طبعت الباترن 16 صفحه، بس هو 16 صفحه لان هي كاتبه تفاصيل كل مقاس بالظبط. اتمنى يكون سهل. هو شفت كذا حد اشتكى منه شويه، بس ان شاء الله لا، يعني ان شاء الله يكون حلو. شكرا يا هند بجد قوي قوي قوي. انا واتمنى انه يطلع حلو، واني افضل طول الوقت افتكرها وانا لابساه. في قطع فعلا مميزه قوي، بتبقى عايز فعلا لما يبقى القطعه صعبه او قطعه تريكي شويه او قطعه كده، بتكون عايز تربطها بحاجه. تاني قطعه واللي عايزه برضو في الخطه اني ابداها ان شاء الله، هي فرويه تاني. عايزه اعمل فرويه سوتر مره كمان. انا وسما حبينا البلوفر ده قوي. سما حبيته قوي قوي لدرجه ان هي كده عايزه تعمل كمان قطعتين غير القطعه اللي هي عملتها. انا عايزه اعمله مره كمان. انا شفته في الكحلي وكان حلو جدا جدا جدا، فكنت ناويه اعمله كحلي، لكن ما لقيتش سلك مهير كحلي، لقيت سلك مهير زهري ده عند 6 اكتوبر. في الاول كنت هجيب معاه كحلي اللي هو سوبر لانا، بس يا جماعه بعاد قوي عن بعض. قعدت اقول ممكن بعض عشان التصوير وفي الحقيقه يكونوا اقرب لبعض، مفيش الكلام ده، اللون صعب قوي مع بعض. فلقيت عند 6 اكتوبر لانا جولد نفس الدرجه، نفس الدرجه بطريقه جميله قوي. فقررت ان انا تمام مش لازم كحلي، انا ممكن استعمل اللون ده. بعد ما جبته حسيت الحمد لله ان انا ما لقيتش كحلي. اللون ده لايق قوي على البلوفر كده، وتحسيه عارفه كده طاقه كده. فعجبني قوي اللون، عجبني لدرجه ان انا كل ما بشوفه بحس ان انا هقوم اجيب الابره وابداه. يعني كل بجد ما الخيط بيقابلني بحس ان انا هبدا دلوقتي. ف انا عايزه اعمل قطعه كمان، بس ان شاء الله القطعه دي انا مش هعملها واسعه قوي. عايزاها يكون الفيتنج بتاعها اصغر شويه، مش شويه كتير قوي، هو هي اوفر سايز برضو بس اقل شويه. المشكله اللي عندي ان ما لقيتش من ده غير 4 بقرات، ولسه ما جالهوش منه تاني، مش عارفه هيجيله منه ولا لا. ما اعتقدش ان فرق المقاس، ان انا عايزه اصغره شويه هيوفر لي بقره كامله. انا استخدمت في التاني 5، صعب استخدم 4، مش متاكده، هحاول. لكن لو ما لقيتش نفس اللون، خيط الدرجه دي انا شفت منها نفس الدرجه في كذا نوع خيط، في انواع كتير. فممكن احاول لو انا واقفه على الريبنج بس استعمل نوع تاني لو نفس الدرجه. هحاول اشوف كده الدنيا فيها ايه. لكن اتمنى انه يديله نفس الدرجه، عشان البلوفرات اللي بنتعب فيها دي بنبقى عايزين ان هي تكمل مظبوطه. بالنسبه للمهير فانا جبت منه كميه، لكن بعد ما جبتها اكتشفت ان هي كلها نفس النوع، لكن جزء منها اللي هو في البكر الطويل الكبير ده على فتلتين. يعني هي المهير نفسه ملفوف فتلتين مش فتله واحده، وجزء منها فتله واحده. مش عارف يعني ده يكفي اني اعمل بيه البلوفر وده يكفي اني اعمل بيه البلوفر، بس انا مش عارفه لحد دلوقتي هستخدم ايه فيهم، اللي على فتله واحده ولا اللي على 2. محتاره بصراحه. ما اعتقدش ان انا هتوصل ان انا اعمل عينتين، واحده بده وواحده بده والجو ده، يعني صعب قوي. هو كله على فتلتين. ولكن وفقا للي انا عملت الاولاني بنفس نوع الخيط لانا جولد فاين مع سلك مهير نفس النوع، فهو يتقبل عادي انه يكون فتلتين مهير. يعني انا الاول عاملاه بفتله واحده،
بس لا عنده قابليه عادي انه يعني مش هيبقى كتير عليه فاتلتين مهيره. فبفكر اني اعمل كده، هنشوف لسه. ده بالنسبه لاخر حاجه. عارفه ان هي لخبطه كتير وحاجات كتير، بس يعني ان شاء الله ان شاء الله ما ياخدش وقت كتير. بحاول كمان اركز شويه في موضوع تصوير الفيديوهات توتوريال وكده، عشان اعتقد دي اكتر حاجه هتفيدكم. في الاخر ده مجرد رغي ما استفدتوش منه حاجه، لكن الاستفاده الحقيقيه بتبقى من التوتوريال او من فيديوهات تعليم القطع. عارفه ان المحتوى العربي ما فيهوش قطع كتير قوي. هحاول على قد ما اقدر. مش كده بس عندي في موضوع الشغل وكده والشتاء، عشان انا ببقى صعب عليا قوي اني اقوم في الشتاء اعمل حاجه، الموضوع صعب. هحاول على قد ما اقدر وعد. فاتمنى اكون اتبسطتوا وما كنتش طولت عليكم قوي، وبس كده.